ازيكم؟ فيديو جديد معاكم محمد الكرايم من والنور ومن على القهوه. زي ما انتم شايفين كده معايا الشباب. ثالث مره نعيدها عشان ولاد الذين عمالين يشتموا. لا ما تشتمش. فاحنا قلنا ايه؟ ماشي يا عم خلاص اهدى شويه بس وقف الدور سيكا. النهارده هنجرب مع بعض محل اسمه بومباستو. محل بومباستو ده بيعمل بيتزا ايطالي. اسعاره الى حد ما، هو وقته الى حد ما حلوه والى حد ما رخيصه، مش اغلى الناس يعني، بس هو غالي في سوق البيتزا هنا في دمنهور، بس احنا بيقولوا عليه جامد جدا. فاحنا عايزين نشوف هو بيقول ايه. طبعا احنا هنبدا بقى نحاول نرجع نصور تاني كل جمعه زي ما احنا ميعادنا بعد الصلاه ان شاء الله الفيديو ينزل، فان شاء الله باذن الله الفيديو ينزل بكره. وعايزكم بقى تظبطوا الدنيا كده وتروقوا عليها شويه شير بقى وشويه لايكات كده وبتاع. واحنا طلبنا النهارده واتساب، وريني كده، هنحط لكم سكرين ريكورد. احنا طالبين من مكان اسمه بومباستو، هو بعتنا له على الواتساب الرقم بتاعهم هحطه لكم برده. المنيو باعتينه وبنختار الحاجات، تقريبا اقل حاجه 80 جنيه واغلى حاجه الفاميلي بتاعت الجمبري او السي فود مش عارف 225 او حاجه كده. غالي شويه بس بيشكروا فيه جامد، فاحنا هنشوف هو بيقول ايه. يلا بينا. اكل وصل اخيرا بس جه متاخر قوي. عامل نفسه جاي من بعيد. والله مشوار كبير. يلا بينا بقى نحط ونشوف. يلا بينا. طبعا يا جدعان الحمد لله الاكل وصل بسلامه اهو. البيتزا الصراحه صارفه ومكلفه، شايفين التغليف ابن ناس ازاي؟ شايفين مصروف عليه، بس هو جه متاخر جدا. احنا طالبين الساعه كام يا غانم؟ ايه احنا طالبين الساعه 11 وثلث. 11 وثلث الا ثلث 11 الا ثلث. الاكل واصل دلوقتي الساعه 12 وثلث تقريبا، بس يعني مع فرق التوقيت بقت الساعه 1 وثلث عشان النهارده الساعه اتبدلت. المهم اللي احنا طلبنا 2 بيتزا اكس لارج. الاسعار اهي، اعمل فوكس تمام ماشي. الاسعار اهي. احنا جايبين بقى ايه؟ جايبين رانش عشان بيقولوا الرانش بتاعته جامده فشخ، وجايبين النص الثاني هو عاملها ليه تشيكن باربيكيو. احنا مش جايبينها تشيكن باربيكيو احنا كنا جايبينها بوبس تشيكن بوبس، مش عارف هو كاتبها باربيكيو. وجايبين سوبر سوبريم لحمه وميت لافرز. برضه هنحط لكم المنيو تشوفوا ايه الحاجات دي عباره عن ايه. فهنفتح كده بقى نشوف الحاجات دي. هو خلي بالك شكله اصلا مش جايب كاتشب وايه كده، وهو مفيش كاتشب. شكلها كده بيقول لي غير متاح يا فندم. مفيش كاتشب. تعالى بسم الله خش عليا نشوف البتاع ده. دي السوبر سوبريم والايه والميت لافرز كده. دي الميت لافرز ودي السوبر سوبريم طبعا. تمام ندوق على طول بقى. دوق يا باشا بسم الله. ايوه حط تقطيعه كحيانه شويه خالص. ماشي. احنا بس ايه، بصوا البيتزا رقيقه اهي، شغل اجنبي ده، حاجه ايطالي ماشي. بس بسم الله الرحمن الرحيم نشوف كده ايه السوبر سوبريم بتقول ايه. بسم الله. عارفين البيتزا الخفيفه دي؟ خفيفه قوي. شوف السجق بس حلو. حلو قوي السجق، حادق شويه. ونشوف برضو الايه الميت لافرز دي. تعالى بسم الله. صلوا على النبي يا رجاله. فين خطيره، عجباني قوي الصراحه. مؤاخذه غانم، هنقطعوا الاكل بتاعك بس معلش. حلو. نفتح بقى النص الثاني. شوف نص تشيكن رانش ونص الثاني احنا قلنا ايه؟ دي مش تشيكن بوكس، دي مشوي. دي فراخ مشويه. جبناها فراخ مشويه ماشي. نشوف الرانش او اعملها باربيكيو. بسم الله كده ايه. نشوف الاول الفراخ المشويه ماشي. بص الفراخ المشويه كده، قرب كده علينا نشوف الفراخ المشويه بتقول ايه. بسم الله. التقطيع بتاعه صعب خالص. فيها رانش برضه. خطيره. دي رانش. نبص على الرانش برضه. بسم الله. بص الرانش. نحب نشكر عمر جود على التصوير الجامد ده. جامد. خطيره. تمام. بيجي معاهم علبه صوصات دي باربيكيو. انت ما بتحب تموت في الصوصات انت. والرانش
احنا بقى نخلص المعجنه الجميله دي ونقول لكم راينا في الاخر. يلا بينا. بس كده الحمد لله خلصنا. هو حوار ان البيتزا الاكس لارج دي بتكفي 3 دول، اكيد 3 اطفال يعني. دي اول نقطه يعني بالنسبه لي. الاسعار الى حد ما هي غاليه، يعني البيتزا شبه دي مثلا ممكن تبقى بتتباع في اي مطعم بيتزا هنا، مش عايزين نعمل دعايه لحد، يبقى مثلا في حدود 80 جنيه 85 جنيه 90 جنيه. هي عنده هنا ب 120 125، ففي فرق كبير شويه، بس يستحق الصراحه بالنسبه لي ان معظم البيتزات هنا شرقي. دي بيتزا غربي ايطالي، خفيفه رقيقه، طعمها حلو، الباكج اكثر من رائع، انا عجباني العلبه جدا واللون بتاعهم حلو قوي. الاكل كمجمل حلو قوي قوي الصراحه. الرانش فشيخه عجباني، بلاش فشيخه عشان انت بتتضايق. الرانش جامده جدا. والفراخ المشويه حلوه. اللي هي سوبر سوبريم لحمه، اللي هي مشكل لحوم زي ما بيقولوا. فيها حاجه غريبه، انا بقول ان السجق توابله كتيره شويه، وغانم بيقول، انت كنت بتقول ايه؟ بقول ان السجق زفر. السجق زفر، هو بيقول ان السجق زفر، وانا كنت بقول ان هو فيه توابل كتير بس مش شايفه زفر. بس هي اقل واحده عجبانا فيهم السوبر سوبريم اللحمه دي. حتى الراجل اللي بيصور ده اكل معانا بس هو مش راضي يقول طعمها وحش، طعمها مش عاجباني. وكان في تاني اللي هو النص اللي هو كان اسمه ايه؟ ميت لافرز. ميت لافرز كويس. ميت لافرز كويسه، عباره عن مقبوله يعني. سلامي اعتقد وحاجات كده لا يعني. حاجات مدخله، حاجات كويسه لحوم صناعيه. كمجمل حلو جدا. بس احنا كنا جايبين بيتزيتين واحنا 3 واكلين يعني، يا دوبك عارف اللي هو ماشي يعني. ممكن كمان سلايس كده فاهم، وواحده صغيره جنبهم لو احنا جعانين قوي عشان تسد معانا الجوع. برضو كل واحد هيبقى معتمد على مين اللي بياكل. احنا اكيله شويه، فاحنا يعني محتاجين نشبع، فمحتاجين اكل كتير. محتاج واحده كمان يعني حاجه كده. بس وبكده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو كده، تعملوا منشن لاصحابكم اللي عايزين تنزلوا تجربوا معاهم البيتزا دي او تطلبوها يعني في البيت بما ان مفيش مكان. وتعملوا لي فولو على انستجرام. واخر حاجه يا جماعه، في رحله بورسعيد يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. خشوا على جروب بتوع رحلات. الرحله هتبقى لبورسعيد، وبقى اعداد محدوده يعني. وهنزل لكم او هعمل لكم منشن للبيج او الجروب بتوع رحلات في الكومنتات تحت. بس كده، سلام.